اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على أحلى متابعين في الدنيا، وصباح طبق البروتين، أحلى طبق بروتين. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم وندخل مطبخنا ونشوف هنعمل ايه. معانا عدس، كوباية عدس غسلاها كده، كوباية واحدة. معايا كم قرن شطة حار، معايا جزر، معايا بصل، معايا طماطم، معايا توم. اللي مش عاوز يحط فلفل حار ما يحطش، حسب اختيارك. معايا شوية شوربة كده في الفريزر، كنت عيناهم في الفريزر، قلنا نستفاد بيهم. حطيتهم على البوتاجاز غليوا، نزلت بكوباية العدس المغسولة، بالكم قرن شطة، بالجزر، بالبصل، بالثوم، وهتعيشوا حياتهم مع الشرب. احلى طبق عدس ممكن تاكله بالشرب، تحفة. واحنا طبعا خلاص الجو برد، يستحب طبعا العدس ده. انا كنت بقول لكم اللي انا كنت مسيحة سمنة او زبدة، خلاص هي داخلة على درجة تسوية اهو. طبعا احنا اتفقنا ان اكلنا لازم يكون مهديين النار عليه، علشان تاخدي نتيجة وريحة وطعم ونفس في الاكل. لازم اكلك يكون مهدية عليه النار. تمام. خلاص بصوا، انا عايزة كل حاجة تكون مش ظاهرة في الشوربة دي خالص، يعني مهموكة بمعنى الاصح. تمام. خلاص انا نزلتها من على النار، بردت دلوقتي. حلة على النار وحطيت فيها معلقة زبدة محترمة كده اللي انا كنت مسيحاها. طبعا مش معلقة يعني ايه، عشان هي سايحة انا حطيت بالكبشة كده. اما هي لو طبعا سمنة ماسكة بتبقى معلقة مليانة كبيرة. تمام. معايا شعرية، نزلت بالشعرية بتاعتي حمرتها. انا لا بحمر بصل ولا بحمر اي حاجة. الشوربة بتاعتي فيها البصل، فيها التوابل، فيها جميع البهارات اللي احنا حطينا، ما حطيتش اي حاجة. هي الشوربة عملت العدس من نفسها، مفيش غير الشعرية حمرتها في الزبدة او السمنة البلدي. لو مفيش سمنة بلدي عادي يا جماعة، زيت ماشي، سمنة عادية ماشي، اللي انتوا بتطبخوا بيه. انتوا شغالين بايه في مطبخكم، ما تقفوش على حاجة، تعملوا اللي نفسكوا فيه في المطبخ بتاعكم براحتكم خالص فيه. تمام. طبعا شوربة العدس بردت، انا فرمتها في الخلاط شوية بشوية كده في الخلاط، وتفرميهم علشان الشفشق ما يوقعش منه. تمام. يبقى الشعرية بتاعتي حمرتها بقت ذهبي كده، لون حلو كده، ونزلت بشوربة العدس بعد ما فرمتها في الخلاط. طبعا انا فرمتها على مرتين 3 تقريبا يعني. وايه، هنسيبها تسوي الشعرية على نار برضو هادية. تمام. والله العدس ده كان جميل جميل جميل، ما اعرفش عشان كنا مشتاقين له، ما اعرفش بصراحة، بس هو كان تحفة. طبعا انتي براحتك، عايزة تعملي شوربة عدس ماشي، تعملي فتة عدس ماشي، تعمليه في اطباق ماشي، تغمسي بعيش ماشي. تمام. على حسب رغبتك انتي. عايزاه شوربة بيبقى خفيف، عايزاه فتة بيبقى خفيف، عايزاه بقى تاكلي بالعيش لازم يكون سميك شوية عشان تعرفي تغمسي. تمام. بتفضلي طبعا تقلبي الحلة عشان خاطر الشعرية ما تلزقش في الحلة، تستوي براحتها كده، واحنا بنعمل مع التقليب على طول. تمام. علشان خاطر الشعرية بتاعتنا ما تلزقش في الحلة. بصوا لون العدس جميل وتحفة ازاي. طبق خفيف، ما خدش وقت. الشوربة بتاعتنا ساعدتنا. يعني اي واحدة يا جماعة عندها شوية شوربة فايضين، ما بلاش ترميهم، صفيهم وحطهم في كيس في الفريزر. هتحتاجي تطبخي في اي وقت، طبعا ما فيش لحوم، ما فيش فراخ، ما فيش ده،
بنعمل طبق عدس زي كده، بنطلع الشوربة بتاعتنا ونطبخ فيها. تمام. طبعا خلاص العدس بتاعنا خلاص كده استوى اهو. اجمل طبق عدس. تعالوا بقى هنعمل شوية مخلل سريع. مخلل سريع، منه مخلل ومنه سلطة، بس هو مخلل سريع. قرنين شطة كده معتبرين. طبعا حسب رغبتك برضو، حار او بارد برضو حسب رغبتك، بس هو الحار يا جماعة بيظبط الاكل مفيش كلام. عود بقدونس على عود كزبرة، عود صغير. تمام. والثوم بتاعي حطيته طبعا في الكبة عشان خاطر هفرمه. وهجيب بنجر، بتاعت بنجر صغيرة كده. تمام. انا بقشرها على فكرة دلوقتي عشان افرمها مع ومش شرط تفرميها برضو، ممكن تخرطيها، يعني مش شرط تفرمي البنجر، ممكن تخرطيه عادي زيه زي الخيار او تخرطيه يعني صغير كده. وبقية المكونات بتاعتنا الشطة والثوم والخضار تفرميه او تطحنيه او تدقيه عادي مفيش مشكلة. حطينا كمون، حطينا كزبرة، حطينا ملح. تمام. حطينا كمون وكزبرة وملح. بخرط بقى الخضار الطماطم بتاعتي والخيار في الخلطة اللي انا عملتها دي، وليمون وخل. طعمه تحفة، جميل سريع. اتاكل فعلا مع العدس، طعمه تحفة بصراحة. منه سريع، منه مخلل، ومنه طبق كامل حلو للولاد. بصراحة هو ما فضلش منه حاجة. بألف هنا وصح. ايه رأيكم بقى؟ لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. ما تنسونيش في الكومنتات بتاعتكم الحلوة اللي بتسعدني. اللي ما اشتركش في القناة يدخل ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس. يا جماعة ادخلوا اشتركوا في القناة على كلمة اشتراك بالأحمر ودوس. تمام. بألف هنا وصحة على قلوبكم يا رب. ما تنسوش تعملوا العدس وتقولوا لي رأيكم طيب فيه ايه. بصوا الخيار، بوريكم الخيار والطماطم طعمه تحفة بصراحة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.